بتطلبيها كتير من برا، نفسك تعمليها في البيت بكل سهولة. يلا مع بعض هنعمل الفطير الشرقي من غير دقيق ولا عجن ولا فرد وبكل سهولة. يلا تابعي معايا الفيديو، لايك وسبسكرايب وشوفي هنعمله ازاي. اسهل مكون عندنا وهو الفطير. هنجيب معانا عيش سوري او عيش صاج، ده اللي هنعمل بيه الفطيرة. هندهنه بسمنة او بسمنة وزيت او بزيت بس حسب المتاح عندك في البيت، يعني بأقل امكانيات تقدري تعمليها. برضو الحشو حسب المتاح عندك. انا هنا هستخدم حشوة السلامي، تقدري تستخدمي لانشون او مشكل جبن او مشكل لحوم. برضو اي حشوة متاحة عندك في البيت تقدري تعمليها. انا هحط في الحشوة سلامي، والخضار عندي فلفل وطماطم، ممكن تزودي زيتون، ممكن اي مكون متاح عندك تزوديه براحتك. والجبن هنا حطيت جبنة كيري وجبنة موتزاريلا، تقدري برضو تزودي جبنة رومي، جبنة شيدر، حسب المتاح عندك في البيت. يعني تقدري تعمليها بأي مكونات بكل سهولة، هتاخد أي حشوة موجودة عندك في البيت. فكرة سريعة للفطار أو للعشاء. يلا جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. بعد ما بنخلص الحشوة بنطبقها، وما بين كل راق وراق بنرجع ندهن سمنة وزيت تاني ونطبقها وندهن سمنة وزيت بس كده. وبعد كده بنسويها على البوتاجاز، تقدري تسويها في الفرن او على البوتاجاز زي ما تحبي. انا هنا سويتها عادي على البوتاجاز من فوق، ما بتاخدش وقت خالص. خلوا بالكم عشان ما تتحرقش منكم، سهلة وسريعة وبسيطة جدا. ياريت كلكم تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم. لو وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو، لايك وسبسكرايب.